الكلام اللي حتسمعوه مني توا حيصدمكم. حقائق عن المنتخب المغربي ذكرها لويس انريكي من بعد مباراته قدامهم واقصائها من المونديال. الكلام هذا يا ولاد شفته في فيديو انا، الفيديو هذا من اول ما صدقتاش انا، لكن لما بحثت عليه في اكثر من منصه واكثر من مكان اكتشفت ان الترجمه المكتوبه تحت الفيديو كلها حقيقيه وصحيحه 100%. لويس انريكي بعد ما طلع وروح لاسبانيا افتح طول منصه من المنصات وقعد يبث فيها في بث مباشر، قال المنتخب المغربي انا شفت عليه حاجات انتم ما شفتوهاش، الطاقم الفني اللي معاي ما شافهاش، الجماهير ما شافتهاش، العالم كله ما شافهاش، انا بس شفتها. وكأن النظر انكشف على لويس انريكي في المباراة هذيك وشاف حاجات احنا ما شفناهاش. انا يا ولد بالنسبة لي صدقتها، لاني الفيديو هذا شفت عليه بحثت عليه واكتشفت ان الكلام اللي مكتوب تحته حقيقي 100%. قال شفت نور الدين مرابط يلعب ب10 رجلين، يلعب ب10 رجلين، مشيت بنكلم الحاكم بنقول له راه مرابط يلعب ب10 رجلين، لكني تحشمت ان الحاكم يضحك علي يقول لي انت يلو تشوفي حاجه في عقلك. وقال رأيت عز الدين أناحي اللاعب رقم 8 في المنتخب بروح بلا جسد يتحرك كيف ما يبي زي الريشة، كأن في خيوط من السماء نازلة وتحرك فيه أيد خفية. قال أنا بس شفتها. وقال رأيت الرقراقي يرتدي ثوب أبيض ناصع على البياض وكأنه مصنوع من السماء ليس من كوكب الأرض الثوب هذا. كلمت مساعدي قلت له شوف وليد ماذا يرتدي، مساعد يشبح وليد قال لابس بدله كحله وسوريا بيضة. انا جد شبحت لوليد لقيته يرتدي الثوب الابيض ناصع على البياض هذا. انا بروحي شفت الشيء هذا، لويس انريكي هيك قال.